السلام عليكم. احنا واقفين قدام السوق المصري في اسطنبول. هنخش نتمشى فيه شوية، نحاول نصور بقدر الامكان لان العملية مش بنشوف كده نشوف الدنيا ماشية ازاي. اهو اقروا فوق مصر سنة 1664. مصر شرشية. مصر شرشية بالتركي. مصر شرشية. شرشية يعني سوق او بازار، ومصر مصر يعني. طبعا هو ممر كبير، محلات ذهب، محلات حلويات، محلات فضة. شايفين انا مش عايز اقعد كتير فيه، بس ايه نشوف بصوا شوف اللي هي البهارات طبعا، الحلقوم يعني الملبن وانواع البهارات كلها. حاجات قماش، مش عارف ايه تاني. انا زيكم فضة ذهب. طبعا الاغلبية هنا بهارات، اللي باين بهارات كتير يعني. مش عارف دي انتيكات. كلها محلات 1947. المحل دوت كاتب التاريخ عليه. السوق المصري بقى سموه سوق المصري اعتقد عشان كان اللي اعرفه يعني على قد معرفتي ان كان البهارات بتيجي من الهند على مصر، ومصر توديها على تركيا، فتسمى السوق المصري نسبة الى كده. ده برضو بهارات وزيوت وحلقوم. طبعا محلات الذهب برضو كتيرة جدا. الاسعار هنا طبعا سياحية. انتوا فاهمين يعني ايه حاجات اللي منقوش على الطباق والكلام ده. فواكه مجففة. سبح، طاولة، اللي عايز يلعب طاولة. طبعا اوبا، ده شغل جامد، شغل فاخر من الاخر. بصوا الممر العكسي ده بقى نخر يعني. بص هو كله زي بعض، انا مش عايز اصور كتير لانه كله متشابه، فانا احاول بقدر الامكان ان انا ناخد الممر ده كمان. هو واخد شكل زاوية قايمة على فكرة يعني مش الاربع تربع، مش الاربع اجنحة، هو واخد بس على شكل زاوية قايمة وكده يعني. كله برضو بهارات. بيبيعوا ليف للحمى يعني. السوق بيتباع مش عارف بيبيعوا ليف عشان الناس تستحمى في سوق سياحي. ما سوق قديم بقى كل واحد تخصصه وشغله. هو له كذا بوابة اللي عايز يطلع أو يخش منه، بس هو نفسه السوق واخد شكل زاوية قايمة. في شنط حريمي هنا برضو. وطبعا اللي بيشتغل لغايه الساعه 7 بالليل، باقي حوالي 5.5 ساعه. السلام عليكم. حزين ليه؟ اضحك مالك يا عم؟ كده خلص كده الحي اللي هو الخارجي. انا شكلي هرجع تاني عشان نمشي من الاتجاه اللي انا جاي منه عشان ما توهش بس.
خلينا نبص بصة في الشارع الخارجي ده ونرجع تاني، لان بقى نص ساعة والسوق يقفل. فايه نشوف طبعا محلات كلها، طبعا احياء كلها قديمة وعتيقة يعني. تحس ان انت في قلب القاهرة الاحياء القديمة، بس هنا على نظافة وهنا في روح كده، في حاجة يعني. انا مش عارف اروح فين، انا مش عارف اروح فين اصلا يعني. انا اروح فين؟ كله محلات. بس احنا السوق اهو من الناحية التانية، احنا دخلنا من هناك الناحية التانية، طلعنا من هنا، بس ايه على شكل زاوية قايمة. كسرنا شمال ومرينا، وهنرجع نفس المنظر تاني. ممكن ناخده من بره على فكرة، مش محتاج يعني ايه التوهان ده كله. اوبا، خلينا نمشي ونشوف كده منين ودينا على فين، لان هو ممكن يتجاب من بره. ده مسجد اعتقد ده ممكن مسجد اللي هو رستم باشا اعتقد. صورنا عنده وصورناه من كام يوم، كان بالليل اعتقد. هو ده رستم باشا. هنسأل برضه ونعرف من الناس ممكن اسم الجامع ده، عشان انا شاكك ان هو رستم باشا اعتقد بنسبة كبيرة. طبعا كلها منطقة أثرية يعني، تاريخ. هو أعتقد رستم باشا، والله مفيش غيره. أيوه هو رستم باشا. أبي جامع اسمه رستم باشا. ها جامع جامع Yok yeni cami. يني جامع. Yeni cami. وين رستم؟ مسجد رستم باشا يني جامع. اوكي طلع اسمه يني جامع. يني بالتركي يعني كلمة يني يعني جديد، نيو بالانجليزي. يني يعني جديد، وجامع يعني جامع. هو ده يني جامع. نقرب على الصورة شوية او نبعدها ونقربها لكم اكتر. تاريخ، بلد تاريخ بمعنى الكلمة. لا مش عارف ايه بالظبط، والله ما عارف مبنى ايه. مكتوب عليه جارانتي ايه؟ ضمان يعني. انتوا شوفوا اليافطة المكتوبة، اقربها لكم. جارانتي دي جارانتي ضمان ايه يعني؟ شركة ضمان دي ولا ايه؟ انا مش عارف. وده ايه؟ مبنى ايه؟ والله ما اعرف، مش عارف. مكتوب، حتى المكتوب بالتركي فمش فاهمين. دي منطقة سركجي، احنا في منطقة سركجي دلوقتي. انا بحاول ان انا ما اتكلمش كتير، لاني بقول على قد اللي انا عارفه، ولو حاجة غلطنا فيها بنسأل، بس يعني ما بتكلمش كتير. هي انت تتفرجوا، انا الهدف كله تتفرجوا بس وخلاص. فكده يعني. وبتاع الايس كريم زي تقسيم، زي الاستقلال اهو واقف اهو. ده مسجد اسمه ياني جامع، ياني مسجد، ياني جامع. هم ما بيقولوش كلمة مسجد، بيقولوا جامع زينا في مصر. دي منطقة اسمها سيركجي، منطقة سياحية طبعا. أحياء عتيقة. دي جوامع دي، وما اعرفش مكتوب عليها ايه. والله انا مش عارف اللي مكتوب انجليزي ولا تركي، بالطريقة التركي. اوتومان لجاسي اوتومان. مش عارف، انا مش عارف اللي مكتوب تركي ولا مكتوب انجليزي. المهم دي المنطقة مطاعم برضو، كافيهات، محلات شنط، محلات مش عارف ايه، ملابس حريمي، ايس كريم، عصاير. الرمان طبعا المشهورين بيه، عصير رمان فريش.
هو بتاع السميت واقف والكستان اهو في كل حته تلاقيه. اهو اهو اهو. احنا شكلنا هنرجع تاني، ملهاش حل غير كده. المهم انا هقفل معاكم دلوقتي ونشوف ايه، نصور ايه تاني بعد شويه. اوكي.